صباح الفل عليكم، صباح الحلويات، صباح كل حاجة حلوة في حياتكم. بصوا بقى هنعمل النهاردة كفتة او همبرجر الفراخ بطريقة حلوة وجميلة جدا. بصوا بصلة صغيرة، ودي مكرونة وبطاطاية، يجي 4 معالق مكرونة مسلوقة وبطاطاية وحبة كزبرة ناشفة. جبت الفراخ وحطيت عليها حبة زعتر زي ما انتوا شايفين كده وهنحط. ماشي يا حبايبي، قمت حاطه الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، يجي ربع كيلو فراخ. ماشي، الفراخ دي من الصدور، ماشي، جاي من الصدر يعني. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وكل حين وملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد يا حبيبي يا رب. بصوا بقى يا حبايبي، هنقوم ايه بعد ما نضربها شويه؟ هنقوم حاطين حبه زيت، عشان هي خلي بالكم هي ما فيهاش دهون. لو عندكم حته ليا حطوها فيها، بتبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. كمان هنجيب عصره ليمونه، فص ليمون واحد بس، ونحطه فيها. تقريبا انا حطيت 4 معالق من الزيت تقريبا يعني. لو انتوا عاوزه تكتري شويه زيت كتري. 3 معلقتين ملح. هنحط التوابل دلوقتي بعد ما فرمناها نفرمها كمان يعني. لما نعمناها شويه قمت حطيت التوابل، هي عباره عن ايه؟ معلقتين ملح ديت، شطه وكزبره ناشفه تاني. حطيت كزبره ناشفه تاني، بتبقى لها طعم حلو قوي مع البطاطس والفراخ طبعا. وانا حاطه زعتر فريش فريش، يعني انا زرعه زعتر في قلب البلكونه وحطاه فريش طاسه. لو عندك زعتر ناشف حطي. ماشي، هي بتبقى جميله جدا في الزعتر. الفراخ اصلا بيبقى دي لها طعم حلو قوي في اي زعتر، في الزعتر الناشف او الزعتر فريش. ماشي يا حبايبي، هناخدها كمان ايه فرمه كمان في قلب الكبه كده ونعمها. بصراحه كانت طعمها حلو قوي قوي، ما اقولكوش على طعمتها. همبرجر ده ممكن تعملوه سندوتشات او تعملوها جنب ايه، جنب مكرونه اي حاجه كده. ماشي، هحط لها بقى بابريكا عشان تدي لون حلو كده كمان. وهحط كمان ده مش كركم، ده كاري. لو عندكم كركم حطوا، بدل ما كانش عندي كركم انا حطيت كاري بدله. لو عندكم كركم وعاوزين تصفروها شويه لون مصفر شويه، حطوا كركم. ماشي، هنجيب بقى دوت. انا عندي شبت وبقدونس مش فريش، ده ناشف، انا بنشفه وعينه واحتفظ بيه في التلاجة. فجبته وقمت حطاه فيها. لو عندك فريش، حزم الشبت وبقدونس فريش حطي نصها بس، ما تكتريش كتير عشان ما بتبقاش خضرة. بصوا بقى، هنقوم ايه جايبين الكريسبي ده، بتجيبه من عند العطار سايب. حطيت عليه ملح وشطة وفلفل، تبلته. بعد ما حطيت اللحمة افتكرت ان انا لازم اتقن الكيسة زيت، عشان ما نيجي نلفها تبقى تشال معاكي بسهولة. ماشي يا حبايبي، هنحاول نكنبها كده. مش عايزاها رقيقة، انا عايزاها يعني تبقى ولا رقيقة ولا تخينة، متوسطة السمك كده. فحاول بكنبها. هحط في قلبها اللي جديد بقى اللي انتوا عاوزينها تبقى مقرمشه قوي قوي. وبصراحه الاطفال وبيحبوا الحاجات اللي هي كريسبي قوي دي، ففضلت احشيها من جوه بالطريقه دي. لو عندك خضار او لحمه مفرومه او جبنه شيدر او جبنه مجموعه من الجبن كده، احشيها بيها، بتبقى لها طعم حلو قوي قوي في الهمبرجر. همبرجر فراخ بالطريقه ديت حلو قوي قوي، طعمه جميل ولذيذ قوي قوي ما اقولكوش. من جوه مقرمش ومن بره مديه مقرمشه برضك. وبقليها مش بزيت كتير، بقليها زيت خفيف عشان تحتفظ بالقرمشه بتاعها. لو انتم في نفس الوقت، هي ما بتغيبش في السوا. الفراخ ما بتغيبش في السوا يا حبايبي. يعني عملتها على نار عالية شوية وبعدين كده وطيت النار عشان تديها لون حلو. بصوا بقى، انا بعد ما عملتها كده حطيتها في الفريزر، يعني بعد ما عملتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها المدورة دي، حطيتها في الفريزر. بحتفظت بيها ساعة واحدة بس في الفريزر تمسك نفسها. وقمت جايباها قليها على طول. ماشي، هخطيها بورق بلاستيك، واقوم حطها في الفريزر حوالي ساعة. وبعد كده اقوم اقوم قليها.
بصوا انا بجيب بردك اللي هي ايه من جناب، بردك بحاول اسويها واجيبها من الجناب كده على قد ما اقدر وادورها عشان ايه تبقى تدي شكل بيضاوي. ماشي، هي سهله جدا وجميله، ومن جوه بتبقى مفرغه كده، بتبقى بطريقه حلوه قوي قوي، هتعجبكم الطريقه دي قوي. بصوا بقى، ما تخدوش بالكم ان هي محروقه، دي مش حرق، ده متع الزيت انا مش عامله بزيت كتير، عامله زيت قليل، عشان كده هي بتديها اللون الغامق ده. لو انت عاوزاه تكتروا الزيت كتروا، بس خلي بالكم الكريسبي ده بيشرب زيت كتير قوي لما بتكتروا الزيت. انا حبيت اعمله زي اكنه يعني في ناس بيعملوه مشوي. انا مش او في الفرن، او لو حبيتي تعمليه في الفرن اعمليه في الفرن، بيطلع حلو برضك. انا حبيت ان انا ما اكترش الزيت عشان ما يبقاش زيت كتير على الاطفال كده ويبقى فيه دهون كتير. انا حبيت اللون ده جميل جدا جدا، ما اقولكوش هي مقرمش قد ايه. جبته وزوقته كده بالفلفل الالوان على قد ما اقدر. على الله تعجبكم القناه وتعجبكم الطريقه. ولو ما عجبتكم ما تنسونيش في اللايكات، انا اسمي هند من ست الدار، ما تنسونيش في اللايكات واشتراك في القناه. الله يكرمكم يا رب ويحسن ما بين ايديكم كلكم، واحنا كمان معاكم. ماشي يا حبايبي. وشكرا جدا على الكلام الحلو اللي بسمعه على التيك توك، وشكرا جدا على كل واحد بيعمل لي لايك ويقول لي كلمة حلوة في التعليقات. الله يكرمك يا رب ويحسن ما بين ايديكم كلكم، وكرمنا معاكم، ويجعل ايامكم كلها خير وبركة يا رب العالمين. ماشي يا حبايبي. جميل قوي وهيعجبكم، طعمه لذيذ جدا.